والسلام على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. هذه بيناها إخواني، هذه لا تحتاج إلى تخرج من جامعات ولا من كليات، إنما تحتاج إلى فهم وعمل، لأنها مفتاح كل خير. أن ترد النعم إلى منعمها وهو الله. الحمد مهم جدا، لهذا أركز في كثير من الأحيان على فهم هذه العبارة وهذه الجملة بإذن الله تعالى. عندما تحمد الله شوف ليش بدك تتخلص من هوى النفس، بتتخلص من العجب، بتتخلص من الرياء، بتتخلص من المن، بتتخلص من آفات كثيرة. رب سائل يسأل وكيف ذلك؟ واضح. يا راجل يوم ترد النعم كلها إلى الله. أنا مقرر إني أقرأ المقدمة جميعا مشان أدخل في الموضوع، يعني اطمئن إن شاء الله. يوم ترد النعم جميعها إلى الله، يعني أنت الآن موجود في بيت الله، صح الخطوة الأولى منك، هذا واضح. لابد منك زي ما كان سيد الجيلاني رحمة الله عليه أبو محمد قال منك لابد خطوطة لابد منها، والباقي على الله. يعني ما دام عزمت وحصلت النية أن تأتي بيت الله، وإذا بالله ينعم عليك ويحبب لك الأمر، وإذا بالله ينعم عليك ويوفقك للطاعة، وإذا بالله ينعم عليك ويبدأ بتزهيدك في حرام الدنيا. هذه الأرض تتريح إن شاء الله. يوم أقول الدنيا أقصد فيها الحرام، لا أقصد فيها الحلال. الحلال الله حله، لا يجوز لنا أن نحرمه، لا يجوز لنا أن ننهى عليه. إنما عندما نقول الزهد في الدنيا أي الزهد فيما حرم الله. وإذا بالله يزهد قلبك في الدنيا. هي مفتاح الأمر. إذا بدأ القلب يذهب في الدنيا كما قلت اليوم في مسجد بلال على المنبر، إذا زهدك الله بالدنيا فتح لك بابا على الآخرة، وإذا فتح لك بابا على الآخرة أدخلك الجنة، وإذا أدخلك الجنة من هنالك تدخل على ربك جل في علاه. ما في تعقيد، هذا حق لك كما هو حق لي، وكل ذلك لا يتأتى إلا بالحمد لله فقط. فيوم تقول الحمد لله يعني ما هي بشطارتي، نقولها بالعربية، ما هي باجتهادي، أنا أديت خطوة. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي آتيته هرولا. عندما ترد الأشياء إلى الله، وأنا ما بحبش التعقيد، تصبح في هذه الحال لا فضل لك على نفسك، بل الفضل كله لله. عندما تشهد ذلك أن الفضل كله لله، والذي هداك الله، والذي رزقك الله، والذي عافاك الله، والذي ابتلاك الله، وفي كل خير. ولنبلونكم بالشر، شوف بالشر والخير فتنة، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وأنا واعي لما أقول،
بمصدرها الأول وهو الله جل في علاه. واضح والله تطعيها. طيب ومعنى مذهبي؟ يسحب فكروا في شيء بدون علامة، كل شيء له علامة. ربك ذكر أنا دين القرآن مشان تعرف القرآن بس مش مشان أختم. أنا دين القرآن كل كلمة الله بقولها شو فيها وين بدها توديني. الله يقول سنكتب ما قدموا وآثارهم. أو آثار علامات. ليه؟ قال سيماهم في وجوههم من أثر السجود. اصحى تخطي وتفجرها بس في الطبعة بالصباح. يا أي طبعا ما يستغرب الكتاب كل شو بيقول به. أنا ما بقول على إيد الله. أينما اتجهوا الوجه الجهة الاتجاه أينما اتجهوا لا يصدر منهم إلا الخير. لا يؤذون أحد. جهتهم وجهتهم مرضاة الله. يتحملون على الغير، يصبرون على الغير، يطيعون الله، يصبرون على الطاعة. دكك مع الطاعة بدها صبر. لما بدك شعب درس عندك جهد. فاعبده واصطبر. واصطبر مش بس اصبر، واصطبر لعبادته، لأنك لم تجرب العبادة على التحقيق ما انتك شاعر انها بدها صبر. يوم ما الله يفتح عليك ان شاء الله وتجرب العبادة على التحقيق بتقول صدق الله وكذبت انا. نعم العبادة تحتاج الى صبر. قال فاعبده واصطبر لعبادته. فأينما اتجهوا أينما كانت وجهتهم لا يتعدى منهم إلا الخير بإذن الله تعالى. سيماهم في وجوههم من إيش؟ من أثر السجود. ما خضعوا إلا لله وما ذلوا إلا لله، فذلت لهم الأشياء وصحت بهم الأشياء مصداقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استقيموا. روايتين والروايتين ثابتات. استقيموا يستقم لكم بالله. وفي الرواية الأخرى استقيموا يستقم بكم. قال جالسوا من تذكركم بالله رؤيته ويزيد في عملكم كلامه. وكما قال العارفون من لم ينفعك لحظه لا ينفعك وعظه. والله اللي بتشوفه إن لم يذكرك بالله ما بينفع نصه معك. هذه علاماته. أما إذا أردنا العلامات سيماهم في وجوههم من أثر السجود فنعم، لأنهم ناجوا ربهم سجدوا لله باتوا ساجدين لله فترى وجوههم مضيئة. وهذه من العلامات. شايفين وين انا حطيتها؟ مكتبي وين؟ يبتعين الاشارات والعلامات. اللي بيجوا ما معبودش الاشارات والعلامات. اوريكم وين انا موجود. وين حطيتها؟ نمرة 2. شو اللي حطيته المرتبة الأولى؟ الاستقامة، الصبر، العبادة، الإخلاص، الزهد، اليقين، وسائر الأشياء تأتي تبع كشجرة أصلها ثابت. هذا عندي معنى الثبات. هذا هو معنى الثبات. الاستقامة على أمر الله، التوجه نحو الله. فأينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله. يا سلام. يطلع لنا جيل بهذا الفهم والله سترحم هذه البلد. والله سترحم البلاد من حولها
بلدة طيبة ورب غفور. أكمل معكم إخواني مشان نلحق إن شاء الله حتى أخونا المستطيع بإذن الله تعالى نوصلك إلى الداخل إن شاء الله بإذن الله. ماشي كده. نعم أنا شرحت قاعدة مهمة. أنا جبت لك زبدة وخلاصة المجاهدة. أنا جبت لك خلاصة مجاهدة 35 عام. هاي اللي قلت لك إياها. هاي مسجل البلد. فكر فيها كذا مرة. يا سلام إذا تحققت منها. يا سلام إذا عرفتها. والله ما واحد بيسمع صوتك. والله لو بلغت عنان السماء ما واحد بدري فيه إلا واحد الله بكله فلان سجلناه. ما راح ادخل بهذه الضوابط. لا اريدها ايضا. انا عندي شرع الله ان تكون مستقيم متبع لسنه النبي عليه الصلاه والسلام. هاي اللي بيهمني. ما احد يعلم به الا الله. ان تحققت طالما لم تتحقق من ذلك سيبقى الجهل يتلاعب فيك يمينا وشمالا وفوقا وتحتا، فأنت بحاجة إلى من ينقذك ولا بد. واضح في كلام معقول أبدا. إذا إخواني بدنا نكمل بإذن الله تعالى المقدمة كما وعدناكم، لأنه لو بدنا نقف على كل قاعدة فعلا تأخذ معنا وقت عظيم وطويل. ذكرت الله من منابر الجنة وإحنا معنا طبعا بإذن الله تعالى. لا يا إخوان الجنة راحة ولا بتفتشوا هالشغل على الفاضي. الله بده يريحك. كعبتك هذه يبدأ كعبك بكسر هناك يا أخوي. وأنا اللي بقوله أنا مسؤول عنه اليوم. تمرت على ماما اللي أنا بقوله في هذا الباب أنا مسؤول عنه. أنت تيجي مكذب كلك أنت قلت لنا وسندي أول. بالك قاعدة كان على الفاضي مهما كان أمرك نبي المسجد قاعدتك هذه لو أتيقن أنه لا تتكلون بس لو أتيقن بس بخف تعرفوا المساحات الضخمات اللي وصلتها التقنية الحديثة تجيب تنظف الجبال. قاعدتك هذه بتنظف الجبال إن شاء الله. بس خليكم شادين. خذوا بالقاعدة اللي قلتها قبل شوي مشان تتفاجئوا يوم القيامة. تتفاجئوا بما أعد الله لعباده المؤمنين للمخلصين ذلك القرن الزمان والفتن دون من على الله. بعد ما أوضح نفسي خلص افهموها على حقيقتها. زمان الفتن والآفات والظلمات وإذا بك كالشجرة الخضراء في وسط الصحراء القاحلة. لا سلام بنص الصحراء شجرة خضراء. ليه انت هكذا. إذا يا إخواننا الأعزاء قلنا الحمد لله رب العالمين وكيف فيناها وتحققنا منها بإذن الله تعالى. ليش؟ بنتبع كل شيء بالحمد. الحمد حتى نرد الأجانب للي أنعم فيها الله. قال والعاقبة للمتقين. لحظات أكتب عليها بس إخواني اللي بيظن منا إن الدنيا سهلة غلطان. الأقدار والأقضية لا نعلمها. الله يبتلي العبد بالشر والخير فتنة. خلي هذه القاعدة دائما أمامك. النهاية لك. متت طبت اتألمت اتضايقت فقرت مرضت ابقى مع هذه القاعدة. العاقبة لك. إن صبرت واحتسبت أنت ذكي. إن نظرت أن الأشياء من الله أنت ذكي. لا تفارق هذه القاعدة حتى ترتاح بإذن الله تعالى. وأنا بستمر إن شاء الله.
الناس وقالت الناس اقسم بالله وقالت الناس الله إذا مات على هذا الله إذا مات على الطخ والقتل والإرهاب والله لا حول ولا قوة إلا بالله. عالم ولو يعلم شو بيستهدفه في القبر. قال والعاقبة للمتقين ولا عدوان، هذه قاعدة، إلا على الظالمين. ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا عزة مش بالفرد ولا عزة إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في الافتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في الاستهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوحيد حبه الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر وإذا دعي أجاب وإذا عمل أتاب. أتابني الله وإياكم والمسلمين أجمعين. اللهم آمين آمين آمين. إخواننا الأعزاء نواصل وإياكم بإذن الله تعالى وليش وتوفيقه هذه الرحلة المباركة حتى نصل وإياكم إن شاء الله وبإذن الله تعالى إلى بر الأمان وشط الأمان. وأقصد في كلام هذا أن نخرج من هذه الدنيا سالمين غانمين بإذن الله تعالى. وهذا لا يكون إلا باليقين، لا يكون إلا بالصبر، لا يكون إلا بالعبادة لله، لا يكون إلا بإطاعة أمر الله جل في علاه. طيب عبدنا صبرنا احتسبنا جاهدنا أنفسنا. طيب شوف لنا مقابل ذلك، مقابل ذلك إخواننا الأعزاء الجنة. الجنة كما تعلمون بما وصلنا إليه في درسنا السابق أيضا الجنة منازل. عندما جاءت أم حارثة وذكرت لكم الحادثة وحيد أمه أصابه سهم طائش يوم بدر وكان لا يزيد عن 20 عاما وهو وحيد أمه فارتفع شهيدا. فجاءت أم الحارثة قالت يا رسول الله قل لي عن ابني، أنا ما في مجال الإخبار، إن كان في الجنة الله مش بوزع حلو هاي دخيل الله واحد بطل واحد بوزع حلو مصير موت. هذا موت ما نستطيع نكلف سنن الله وحده. العين تدمع والقلب يحزن وإننا لمحزونون على فراقك يا إبراهيم ولكننا لا نقول إلا ما يرضي ربنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا بغير إيش قولكم. قالت يا رسول الله إن كان في الجنة صبرت واحتسب وإن كان في غير ذلك أريتك ما صنعت ما أصنع، يعني لا أستطيع أن أصبر. أخرى ما وأخرى مش في الجنة. قال يا أم حارثة أهبلتي. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام دائما للتحمل. لما يجي واحد يقول لك بخبر يقول لك يا رجل شو صنعت لك مجنون انت. هذا المتداول بين الناس. قال هبلتي يا أم حارثة الجنة جنان. هذا الموضوع الجنة
فوق الفردوس بس شغله واحده، الوسيله بس اللي هي للنبي عليه الصلاه والسلام. يا فاطلعني على حالك، احنا بنتحدث عن الحال ده ابن مين؟ قديش عمره؟ 20 عام. طلع لي الشباب انتوا اللي امامي. طلع انت. ليش بقول احمد ربك؟ انت في بيت الله، غيرك الان بالخمارات. لا نتمنى لا احد ذلك، نسال الله ان يهدي الجميع ويجيبهم هذا. تصور انت الشاب اللي قاعد امامي الان في جيل الحارثه، الله يباهي بك الملائكه لانك شاب، لأنك عرفت الطريق الصحيح القويم. قال أهبلتي إن الجنة جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس. إذا إخواني الجنة ما لها منازل، والجنة مش بالصورة اللي احنا متصورين كمساحة معينة، لا، ربنا وصفها قال جنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. طيب في تفاضل بين الناس في الجنة؟ نعم. في تفاضل بين الناس في الأرض؟ نعم. في تفاضل بين الأنبياء؟ نعم. في تفاضل بين الأمكنة؟ نعم. مسجد كفر كاسر بيت الله تبعي، والأقصى بيت الله. الأقصى بيت الله، وبيت الله الحرام في مكة من أفضل؟ حرام. وهكذا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا السبب كان لا تشد الرحال إلا إلى 3، بس لهذه 3 مساجد، والباقي مساجد زي بلدنا. مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. حتى الأماكن في مكان أفضل من مكان. الأنبياء والرسل في رسل أفضل من رسل. المؤمنون في مؤمن أفضل من مؤمن، وهكذا المنازل في الجنة. إخواننا الأعزاء، إحنا طبعا مشان انعاش الذاكرة نبدأ من البداية بالضبط، وإن كنا الدرس السابق في بعض إخواننا ما كانوا نعيد عليه إنه التفاضل قضية التفاضل. بنذكر إن شاء الله أعلى أهل الجنة منزلة وأهدى. طبعا لو سألك ابنك يا أبو ينو أعلى أهل الجنة منزلة، شو بتقول له؟ محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش عدالة. ليش؟ لأنه في مكان واحد اسمه الوسيلة، وهذا لا يكون إلا لرجل واحد. وأرجو أن أقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان تواضعا. فإذا سئلت من أعلى الناس منزلة في الجنة فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده بتنزل إخواني بالتدريج مع الصديقين والشهداء والصالحين وهكذا. قال الله تعالى خذ تلك الرسل، يعني يا ربنا بقول لك رسل انا بوظفهم، ان شاء الله نوظف الرسل ولا جم ضربوهم، لا يا اخواني، الله اللي وظفهم، الله اللي اختاره، اصطفى من الناس الرسل، اصطفى من جميع الملايين. بيجي بيقول منا اشرف هاتوا لنا اياه. هي القضيه يا اخواني، بينزل عليه الوحي، بدعته رسول، ختمت الرساله بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم. حتى الرسل فيه التفاضل. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وربنا بيضرب لنا مثال منهم من كلم الله، ومعه مشهور بالكلام مع الله موسى كليم الله عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، مثلا ادريس ورفعناه مكانا عليا، واتينا عيسى ابن مريم البينات. يعني عيسى يا اخواني بدي اقول لك شغله واحده، عيسى بكى ياتي على الميت يقول لكم واذ تحيي الموتى، الله بقول واذ تحيي الموتى، اسحب وقف عندها باذن الله، واذ تبرئ الاكمه والابرص باذن الله، واذ تنفخ بالطير في الطين كهيئه الطير فيكون طيرا باذن الله. طين عرفتم يا بالضبط، يجيب شويه طين على شكل طير
بسم الله لا يكون تاني رافع. الله أعطاها هذه الخاصية لعيسى عليه السلام. الله أعطاها وذكر في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله مهتم للعطش، ما فيش انقطع في منطقة لا تموت فيش ماء. بضع عليه الصلاة والسلام يقول وين ما كانت عينها ذكروا لي اياها، بحط عصاته الشريفة عليه الصلاة والسلام وإذا بالماء تفور بمن الجيل جميع ومسك الجيل جميع. هذا إخواني هذه قضايا واضحة. طيب كل منهم من كلم الله موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات محمد صلى الله عليه وسلم. وفي حديث الإسراء المتفق على صحته يعني عند البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم لما جاوز موسى، قلنا موسى وين؟ هارون في الخامس على اختلاف الروايات. يعني رجاء خلينا نذكر قضية الاختلاف بين العلماء، خلينا نمشي فيها على اختلاف الروايات. طبعا في السماء الأولى ذكرنا آدم، في الثانية يوسف، في الثالثة أبناء الخالة عيسى ويحيى ولاد خالات وهم يعني أمهاتهم خوات. وفي السماء الرابعة إدريس رفعناه مكانا عليا. وفي السماء الخامسة هارون عليه السلام. وفي السماء السادسة موسى عليه السلام. وفي السماء السابعة إبراهيم عليه السلام، ومن حوله جميع الأطفال الذين يموتون قبل سن الرشد جميعا حول. قالوا وأبناء المشركين يا رسول الله، هذا ما سأل خلاف فيه. أما ليش الخلاف فيها؟ الأمر واضح سبحان الله. قالوا وأبناء المشركين يا رسول الله، قال وأبناء المشركين ما بلغ الحلم، علاش بده يتحاسب؟ سبحان الله. إذا إخواننا الأعزاء لما جاوز موسى قال ربي لم أظن أن ترفع علي أحدا. موسى يقول يعني رب يقول يا رب يعني ما ظنيت أحد يرتفع عني أسد. ثم على فوق ذلك بما لا يعلمه، شو دقيق ابن القيم، بما لا يعلمه إلا الله. ذكر في الجملة الأخيرة وهذا المهم يا إخواني. قال حتى جاوز سدرة المنتهى. ليه سدرة المنتهى؟ عندها ايش؟ جنة المأوى. طيب جنة المأوى يا إخواني ما سقفها؟ عرش الرحمن. عرش الرحمن على ماذا موجود؟ وين موجود؟ عرش الرحمن فوق السماء السابعة وهو سقف الجنة، وعلى الماء. وعلى الماء فوق السماء السابعة في ماء ايش رهيب؟ ايش رهيب مش بسيط. وفوق الماء عرش الرحمن، ثم استوى على العرش الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في درسنا السابق قالوا يا رسول الله رأيت الله في تلك الليلة؟ قال نور أن أراه. وهذه المسألة خلافية بين العلماء، منهم من قال رأى الله ومنهم من قال لم يرى الله، ورأي عائشة من قال لكم أنه رأى الله فقد كذب عليه. وهذه ماذا وماذا أيضا المسألة الخلافية خليها أصحابها. أما النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى مكان جاء حتى هذا تهمني حتى جاوز سدرة المنتهى، ويقول عليه الصلاة وأفضل التسليم حتى سمعت صرير القلم. حتى سمعت صرير القلم. وكلم الله مباشرة وفرضت عليه الصلاة لأهميتها من فوق السماء السابعة بإذن الله تعالى. طيب وذكرنا في الحديث مشان ننعش الذاكرة برضه، مشان نستفاد، مشان كل لحظة بإذن الله نتقرب فيها إلى الله. ذكرنا الحديث في صحيح مسلم على قضية المنزلة. ليش النبي أعلى منزلة عليه الصلاة والسلام؟ لأنه ما كانش مع إخواننا. عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف هالعبادة شو بتجلبك، بس إنك تقول سمعنا وأطعنا. أما إذا ما بدك تقول سمعنا وأطعنا أنت حر. إذا لا إكراه في الدين بتذكرها كان بالأذان يعني لا بذكر إنما أنت بذكر لست عليهم مرسل. أما بوريك يوم ما نلتقي عند الله شو حسن
قال بتصير تعد علي؟ قال أنا متيقن. وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قال الله أكبر تقول الله أكبر. وصل طبعا الحديث الأخرى تفسر، وصل حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقول مثل ما يقول. قال ثم فبينها المؤذن قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وسكت. ثم صلوا عليه تقول اللهم صل على محمد، وإن قلت وعلى آل محمد لا ضير. ليش؟ لأن النبي بده لك الخير عليه الصلاة والسلام، فإنه من صلى علي صلاة واحدة شوف العمل وانت قاعد لا يكلفك شيء، مجرد تقول اللهم صل على محمد، مجرد ما تقول ذلك من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10. بعدين بدنا بتردد ورا المؤذن بعد ما ينهي لا إله إلا الله اللهم صل على محمد أو على آل محمد ماشي، بعدها شو بتقول؟ ثم سلوا لي الوسيلة، وهذه احنا متعلمينها. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة بهمش والدرجة العالية الرفيعة بهمش وابعث اللهم المقام المحمود. ما هي الوسيلة؟ بينها النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. كده احنا بنبتلها غرفة 6 في 6 يا جماعة، رجائي لكم اللي رجع العقل المبرمج على غرف الدنيا وسيارات الدنيا وجبال الدنيا وأنهار الدنيا، هذا لهذا اللي هناك عقل آخر يا أخوان، بس الروح التي لا تتغير. العقل كله بتبدل، الجسم بتبدل، السمع بتبدل، النظر فبصرك اليوم حديد، كله يتبدل. هذا يا اخوان مكان عالي عظيم لا يعلم سعته الا الله. قال فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، بس لواحد، وارجو ان اكون انا هو. فنقدر على دعاء الله ندعو الله أن يهب الوسيلة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب قال فمن سأل لي الوسيلة يعني اللي بدعي لي بهذه المنزلة حلت له الشفاعة. الذين عدم استنى عن الشفاعة يصحوا الجاهل يتصرف منهم كبار العالمين دائما لك دعاء شفعه فينا. أما إذا الجهل حاطة قدام العوض الله، بدي جيل ما هو جاهل إن شاء الله، الجيل مهما بلغ. أنا هذا علامة يا إخوان، علامة العارفين الشيبة بسيط، الله بينها. اقراها في كتاب الله، إذا انتهيت أنت عارف بالله، إذا مشيت جاهل بالله. يلا طبعا ويؤتون ما أتوا وقلوبهم وجل. تعرفوا عن مين الله بيحكي يا اخواني؟ عن ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، عشان نفهم ازيد. الله يتحدث عن هؤلاء مش عنا احنا الساعه، احنا تبعنا، احنا نتاسى نقتدي. هذا الذين يؤتون ما اتوا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الكبار ويؤتون ما اتوا طلع عليهم. قال وقلوبهم وجلة وميتين خوف. ايه ما بركعتين احنا مطمئنين. ليش؟ قال انهم الى ربهم راجعون. انا لا ادرك بنت لك ام لبوبه. فعائشه بتقول يا رسول الله الزاني يزني والسارق يسرق وهو وجل خائف. قال يا عائشه المؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج وهو خائف ان لا يقبل منه. شو هذا؟ قال أولئك الذين يسارعون في الخيرات. طلع دقق في الآية فيها من عجيب. قال وهم لها
استكملت الآية صاحب الدين. المهم خلينا نستكملها. ويؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أجل قضية لا يكلف الله. مش تصير تقول كده يا بي ده ساوي على مقدار نفسك. ساوي على مقدار نفسك بس هالطلعة شو ما طلعت قص لي اياها. وضع كتاب الله بحكي على أبو بكر وعثمان وعلي. مش مشان يأسوك، مشان يهبوك، مشان تطلع جيل مش فاهم ان الدين فقط صلينا، لا صلينا ممنوع الكتاب. صلينا ممنوع الكتاب غيرنا. لأن بنصير الصلاة اللي صليناها بها انقصها. نيجي يوم القيامة ما بنصير ولا شيء. صلينا ممنوع نشرب خمرة. صلينا ممنوع نسرق. صلينا ممنوع نزني. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، مش بس الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. صلينا ممنوع التعامل بأي حرام، لا مخدرات ولا غيره، ولا لعب قمار ولا مراهنات ولا هذا كله تابع له، لأن هذا نجاسة الدنيا. هذا ذكرناه اليوم في مسجد بلال إخواني، حديث مهم جدا يرويه البزار والطبراني في الكبير ورواية الذكار. كل مرة النبي عليه الصلاة والسلام على مدمنة، يعني مزن صغيرة، على المدمنة هذه في سخل ميتة. فالنبي بيسأل الصحابي رضي الله عنه: أيكون لأهلها حاجة فيها؟ يعني ممكن أهلها بدهم يرضوها يرضوها بدهم إياها. قالوا: يا رسول الله لو أرادوها لما أنكوها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والله إن الدنيا لأهون على الله، لأهون على الله من هذه على أهلها. ليش ختم الحديث؟ قال: فلا ألفينكم غدا قد قتلت أحدكم. اصبروا. فمن أين بيحتك السهل الفطيسة. وذكرنا ليش كيف تقتل. لا بدنا نتشعر. إذا إخواننا الأعزاء، اللي خلانا نعالج على قضية من نحن جميعا في حاجة إلى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. والآن ندخل إلى ما انتهينا عليه في الدرس السابق. له الحديث المشهور الذي يرويه الإمام مسلم عن المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة من كبار الصحابة إخواني، من كبار الصحابة اللي جاهدوا في الله حق الجهاد. يقول فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى سأل ربه. قلنا في هذا الباب إخواني روايات عديدة، أما بتصب بنفس المصدر. إحنا شو اتفقنا؟ إحنا نسير مع الكتاب. الرواية اللي قدامنا نعرضها ونقدمها بإذن الله تعالى. سأل موسى قال: ما أدنى أهل الجنة منزلا؟ شو اللي ذكرناه في أول الدرس؟ كنا في طبقات منازل. بيسأل موسى ربنا: من أدنى أهل الجنة منزلا؟ يعني شو المقصود؟ شو إله؟ قديش؟ قديش؟ إله رصيد. الله يفتح. أقل واحد قديش؟ أقل واحد. فيش دناء ولا دنيئة في الجنة. هذا ذكره النبي كان عندما يذكر هذا سيكون أدنى أهل الجنة كذا، ولا دنيئة في الجنة، يعني ما في واحد، الكل مبسوط الحمد لله بإذن الله تعالى. قال: رجل يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة. من يجيء الولد؟ طبعا تفسر هذا حديث أخرى. هذا بخرج من النار. في الرواية اللي تفسرنا هذا تقول يحبو حبه، يحبي حبه، يعني مشحر من النار، ما بيقطع الصراط وبنظر خلفه. شو بقول؟ أنا بجيب لك المفهوم العام. يوم ينظر خلفه بقول: ما حدا مثلي أنا الآن، ما حدا عطى مثلي لأني خلصت من النار. قالوش إنه في ناس مروا عنها كالبرد، قالوش إنه في ناس الله ذكرهم لا يسمعون حسيسا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. في هذا وارد في كتاب الله. بس فكير من جذر ما شاف من النار ومن العذاب وشاف الجحيم، دخلها يا جماعة، دخلها وما استعمل له خالص. زي واحد مسجون مأبد له كان له اطلق صراحة الله أكبر، بكلش حدا كدي هذا زلمة
المحرر من جهنم، السجين المحرر. شو صار معه؟ قال يجيء بعدما دخل أهل الجنة فيقال له ادخل الجنة. طبعا الرواية الثانية بتوضح فيقول له الله يقول. شوف الأول هالتكريم طالع من النار والله يتحدث معه. يا جماعة سبحان الله ما أكرمه. فيقال له ادخل الجنة. ادخل ماذا؟ فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. أنا بجيب لك الأحاديث الروايات اللي بتفسر كلها المعنى. الحديث الآخر الصحيح أيضا صحيح. قال فيخيل، هذا اللي ذبحنا عنه الخيال اللي كانت الأمة. يا إخواني رجائي لكم الفرق بين الخيال والحقيقة أن لا تشك في رؤية البريك هذا ولا نصف المية، هذه اسمها حقيقة. وما سوى ذلك خيال. بل في أعمى موسى على نبوته وعلى تكريمه لله وعلى أنه من أولي العزم، وشاف العصر تتحرك كأنها تعابين، كأنها تسعى كما قال الله. خيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ومع ذلك الخيال أعوذ بالله منه، الخيال مدمر. طيب في الرواية الأخرى الصحيحة يقول فيقال له اذهب وادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأ. فيقول له الله تبارك وتعالى اذهب وادخل الجنة. قال فيخيل إليه أنها ملأ. فيقال له اذهب وادخل الجنة. هذه الرواية الثانية. فإن لك مثل الدنيا عد معي وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها. أبو هريرة شو بقول في رواية أبو هريرة؟ دققوا معي. وسعيد الخدري قاعد بيستمع من الصحابي قال اذهب وادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. مرة واحدة أبو سعيد كان أبو هريرة وكذا وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها وعشرة أمثالها. أبو هريرة بيقول له يا أبا سعيد ما سمعت إلا مرة. قال والله لو لم تسمع أذناي ذلك من رسول الله لما قلت. 5 أمثال. وإذا رأيتهم رأيت نعيما وملكا كبيرا. طيب احنا بدنا اياها يا اخوان. هناك مختلف شو الميزان. انا عارف شو هناك كله مختلف. اول ما ينادوا عن نور وعن مؤمن ويضعوه في القبر وياتي التصديق. شرحناه تصحوا كم درس؟ انا صحيح 3 دروس صارت عند البخاري 3 دروس صارت. وياتي التصديق من الله صدق عبدي قال افتحوا له بابا على الجنه وافرشوا له من فرش الجنة. انت في هذا الحال كل اللي ملكك مسيرة عمل على بنيتك ونفسيتك الأخروية وعلى تركيبتك الأخروية لولا القناعة على ما كان. بس هناك فيش طمع. ليش بتكون قضايا الآخر إخواني والجنة وما فيها قضايا التسليم. العقل ما له شغل فيها، قضايا تسليم فقط. ولا هو أنت يمكن خلينا نكون صريحين بلاش نبقى على الكبر ولا أنت اللي قلت لك أنت نطفة مي إن أنا وياك شهوة أبونا ولا لا؟ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا. والله بيمدح بحاله لأنها شيء عظيم. فقدرنا فنعم القادر. انت يا النطفه والله مستوعب انك انت الان زاني. النطفه يساوي اصابع وعظم وعقل. النطفه شو عرف هذا؟ يساوي عظم. وشو عرف القلب هذا؟ ليش ما شفتليش واحد عنده هذا؟ ليش هذا؟ يا اخواني هي انت مستوعب هذه يا بعض وبدأت تستوعب. أنا بقول شيء وهذا حقيقة من عين من هيجي لا. أما لما أكون مستوعبها صعب الاستيعاب. أشرب
ما بالك يوم نروح الساعة يلا السلامي قال يا سيدنا العزيز النجوم الله أكبر. قريت خبر عجيب، عدد النجوم والكواكب في السماء أكثر من عدد الرمال في الأرض. يا دينا يا دينا الحمد لله. أنتم قولوا بس لبوا، أنا بحبها. اللي بلبد الله بعطيه واللي بلبدش الله بيعطيه. يلبوا قولوا الحمد لله ولا راح تسمع الله اللي انت بتقوم الصبح بتقول لا اله الا الله. مليان بساطه ما بتقول احمد ربك اللي بتقوم الصبح تقول لا اله الا الله. الله كان سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق. وربنا بيقول في انفسكم ما نبغى شيء ولا شيء روتين عادي لا حتى قاعد محدد وانت قاعد تستمع. وفي انفسكم افلا تبصرون. الله عاف على ذلك. لما صعبين لم تكسلني ما فكرت كيف ذلك؟ ليش الله ذكر؟ ليش هذا انت ما فكرنا في ذلك؟ ليش هذا منخار على المشهد؟ ليش بتجيش من ورا؟ ليش اصابع؟ ليش كذا؟ ولا كل هذا شيء؟ هذا انت مشان تحمل اليقين مطلوب تفكر فيه. وفي انفسكم افلا تبصرون. لهذا السبب يا ربنا يعلم ان عايشين مع الروتين. قال نحن خلقناكم بس في علم فلولا تصدقون. تصديق اليقين. نعم. إذا إخواننا الأعزاء فقال فيخيل إليه أنها مدى وذكرنا 5 مرات كانت الدنيا. نعود الآن للرواية لبيت أدينا. فيقال له ادخل الجنة. فيقول ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم. شاف الجنة ملاني ما فيش مطرح زي اللي مسافر على بلد وضيع غرفته مش عارف وين بده يقعد. قال وأخذوا أخذاتهم. فيقال له أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا. شايف الرواية ملك من ملوك هناك مثل الدنيا. فيقول رضيت رب. فيقال لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة ل5 مرات رضيت ربي. قال هذا إخواني أدنى واحد ولا ثانية في الجنة. قال أقل واحد أقل مرتبة وين في الجنة. فموسى عليه السلام طبعا أكثر. قال إذا هذا إنه هذا الملك العظيم الواسع هو أقل واحد خارج من النار إخوان عتيق من النار. فطمع موسى في سؤال الأعلى. قال ربي فأعلاهم منزلا. دير بالك نص الحديث احنا وضحنا انه اعلى واحد منزلا النبي عليه الصلاه والسلام. اما موسى عليه السلام سال عن قضيه المجموع في الاعلى منزلا لانه الاحاديث الاخرى بتبين هذا النص. قال فاعلاهم منزلا. قال اولئك. شايف ربنا استعمل قضيه الجمع في القضيه. قال اولئك الذين ارادوا. هذا اخوان اسمحوا لنا هذول الجماعة ربنا يوضح لموسى عليه السلام إني أنا أردتهم. بتذكروا قصة موسى قال واصطنعتك لإيش؟ فيقال لك ذلك ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة ل5 مرات رضيت ربي. قال هذا إخواني أدنى واحد ولا ثانية في الجنة. أقل واحد أقل مرتبة وين في الجنة. فموسى عليه السلام طبعا أكثر. قال إذا هذا إنه هذا الملك العظيم الواسع هو أقل واحد خارج من النار إخوان عتيق من النار. فطمع موسى في سؤال الأعلى. قال ربي فأعلاهم منزلا. دير بالك نص الحديث احنا وضحنا انه اعلى واحد منزلا النبي عليه الصلاه والسلام. اما موسى عليه السلام سال عن قضيه المجموع في الاعلى منزلا لانه الاحاديث الاخرى بتبين هذا النص. قال فاعلاهم منزلا. قال اولئك. شايف ربنا استعمل
الإخوان يسمحون لهم. هذول الجماعة ربنا يوضح لموسى عليه السلام إني أنا أردتهم. بتذكروا قصة موسى قال واصطنعتك لإيش؟ لنفسي. لهذا السبب الله جل في علاه يصطفي من الناس ناس. هذول الناس الله هيئهم، الله خلقهم، طلع الله رعاهم، الله حفظهم له. فبكل أولئك الذين أردت، هذول أنا بدي إياهم. طيب شو منزلتهم؟ ما علو منزلتهم يوم القيامة؟ قال أولئك الذين أردت. أولا قال غرست كرامتهم بإيش؟ بيدك الأخوان. شو ربنا بيقول إنما إذا أردنا شيئا أن نكون له كن فيكون. هذا واضح. للسماوات كن تكون، للأرض كوني فكان. وذكرنا إنه في ثلاث روايات، في 3 أو 4 أشياء الله خلقها بيده. منها آدم، منها القلم، منها جنة عدن. شو ذكرنا الرابعة؟ كتاب التوراة. كتاب التوراة. خط الكتابة، خط التوراة بيده. 4 شغلات. هذا يا إخواني شو قلنا احنا؟ تذكروا معي بس منيح إنك تستعمل الذاكرة. ذكرنا إنه جنة عدن غرسها بيده. أيوة. ليش؟ هؤلاء الصفوة من العباد اللي ربنا بيقول أولئك الذين أردت. وين مسكنهم؟ في جنة عدن اللي هي مسكن الرحمن. وهذا رايح يأتينا بالتفصيل إن شاء الله في حديث. اللي قلنا وين بتفتح أبوابها؟ وقت السحر الله يفتح أبوابها. وقت السحر بتفتح أبواب جنة عدن. الحور العين العدنيات دككوا، أنا ما بجيب من جيبتي يا إخواني. يفضلن الحور العين في سائر الجنة. بدليل يقول لك أهل البيت سائر الجنات ما بيشوفوا إلا الجنة بهتت، صار فيها نور غير عادي، غير طبيعي، غير مألوف. فشو بيقولوا؟ بيقولوا هذه زوجة من الحور العين العدنيات ضحكت لزوجها فأرضعته. بيقول ما هي من ولا هو يا إخواني؟ ولا كيف بقى كانت؟ وليش ربنا قال وفي ذلك ايش؟ فليتنافس. فليتنافس. وذكر مين؟ المتنافسون. تعالوا موجودين ولا مش حدا يتنافس؟ كده هنا فريق رياضي بلا مؤاخذة بده يعمل مباراة. إذا الفريق موجود بتصير المباراة، وإذا الفريق مش موجود قالوا العور على الله. فدككوا معي. أنا ما سهلتش الأمر يا إخواني، صدقوني. هذا لو بدك تاخذه في كتب السلوك والله تجده معقد، لأنه ما كانوش في وقتهم، ما بيقدروش يتحدثوا بغير ذلك. هكذا كانت لغتهم. أنا اليوم بقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كون يوجد متنافسون هذه نعمة عظيمة من الله. يلا تنافسوا في ذلك. هنا التنافس الصحيح يا إخوان. فهنا تحصيل هذه المنازل العالية. وعندما ذكر في الحديث الله جل في علاه يلتقي مع المؤمنين في الجنة على الأقل بالأسبوع مرة. ومنهم من يدخل على الله، الحديث ذكر قال ومنهم من يدخل على الله بكرة وعشية، يعني مرتين في اليوم. أما عامة المؤمنين مرة بمقدار الأسبوع. طيب يلتقي الله في الحديث الصحيح قال ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. واحد ما دام مؤمن ودخل الجنة سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. فاتقوا الدنيا. شوف ليه جاب هذا؟ لا عفوا اللي يجي
رواية ما منا من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه طلع كان فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قد إلا النار فينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار فينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة ينظر أيمن منه فيجد ما قدم وينظر أشأم منه فيجد ما قدم زمامه حتى توجب عليه فينظر أيمن منه فيجد ما قدم ينظر أشأم منه فيجد ما قدم وينظر أمامه تلقاء وجهه فلا يجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة شق تمرة اتقوا. طيب ربنا بيلتقي مع المؤمنين في الجنة قال فيذهب شوف وين المنزلات الإخوانية مش احنا بنقول أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي طلع قال فيذهب أهل الغرف إلى غرفهم وناس يا إخواني من أهل الجنة يقومون مع الله هاي منزلتهم هذه المنزلة إذن فهو في ذلك فليتنافس المتنافسون. بدي أسأل سؤال ثاني واحد بنازع أيا كان شاب ولا فتاة الموت حق شوف يعني ما حدا منا رايح يسلم من هذا قلنا وكل ابن منتهى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذاء محمود وهذا مصداق قول الله تعالى التفسير لقول الله تعالى كل نفس ذائقة الموت أي هذا تفسيره. نيجي على واحد بنازع قلنا له والله بيجي في باله شهوة وهو نازع لا شو بيجي في باله حتى لو كان مهما كان يعض على أصابع الندم بس يا ريت جيب بقى الصالحين يتعاونوا مع هذه القضية وصاروا صالحين. وهذا التخيل الصحيح المطلوب المفيد كان يتخيل أنه مات أنه ينازل وجاءته سكرة الموت بالحق ويسأل حاله أنت كيف بتنازل بدك تموت ماذا تفعل؟ قال أطيع الله قال له يا الله يا أحد أنك تطيع الله والد أنت ما دمت حي تستمر إيش؟ ده يجيك ملك الموت تصير تنازل وتصير تعض وتندم لا يا أخوان. النبي عليه الصلاة والسلام حضرنا من هذه الساعة قال الناس نيام وإذا ما ماتوا انتبهوا لا انت انتبه الآن قبل أوامر الله تعالى. إذا إخواننا الأعزاء قال فأعلاهم منزلا قال أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي قال وختمت عليهم فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر لا حول. طيب إذا هذا الوصف إخوان هل نستطيع أن نجتهد ونقول شو الله معد له؟ بقول لك لا يخطر خلص قطع عليك الطريق يعني نتكلم على موضوع ثاني ما بقول لك لا يخطر على قلب بشر يعني ما في خاطر. اذا ما بتتعب حالك بتبقى ايش؟ بتعمل وترجو الله وتسال الله على الاقل ان اكون محبا لهؤلاء الناس على الاقل والمرء مع من احب. الله يرحم في ناس من هذا نحشر يوم القيامة بحق الفنان الإفلامي بحق الحاكم الطاغي الإفلامي يلا المرء مع من أحب. انتم إخواني نصيحة من وجه الله أحبوا الله ورسوله والمؤمنين بتكونوا معهم يوم القيامة إن شاء الله. طيب نأتي إلى حديث الترمذي يرويه الترمذي يقول حدثنا عبد ابن حميد أنبأنا شبابة عن إسرائيل عن ثوير قال سمعت ابن عمر اللي هو عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن أدنى أهل الجنة منزلا لمن ينظر إلى جناته، شوف نحكي عن الخلوة، وأزواجه وخدمه أي في خدمه وسروره مسيرة 1000 عام. هذا 1000 قلنا في رواية 2000 عام. هذا مين؟ أكل المنزل. قال وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه أي وجه الله غدوة وعشية. شاهدين إخوان المنازل. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه يومئذ ناظرة. ذكرنا ليش ناظرة؟ ناظرة يا إخواني بالضاد يعني فيها البهجة انفتحة، فيها الحيوية، فيها السعادة زي الزهرة النضرة. ليش قلنا هذا الوجه يجب أن يكون كذلك؟ عشان أهل لرؤية وجه ربه جل وعلا، بعكس الوجوه الباسمة اللي ربنا ذكرهم وجوه الفجر الكفار والفجر والعياذ بالله. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نأتي لما يرويه الإمام أحمد. أنو الإمام أحمد صاحب المذهب ابن حنبل عليه رحمة الله. قال حدثنا حسن هو ابن موسى، حدثنا سكين ابن عبد العزيز، حدثنا أبو الأشعث الضرير عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أدنى أهل الجنة، شوف نتحدث عن أدنى أهل الجنة، منزلة 7 درج، يعني له 7 درجات، وهو على 6 وفوقه 7، وإن له 300 خادم، يعني الرواية بحديث العدد 300 خادم، ويغدى عليه يعني يأتي إليه، ويراح كل يوم ب300 صحفة له السدر، ولا أعلمه إلا قال، كان ربما يعني أنا أقرب للفهم إنه قال من ذهب 300 صفحة من ذهب اللي هي السدر، لأنه بتاكل أخوان ما في كباز، ما في كراميكا وما شابه هذا كله لا تابع للسكين يا الله، تابع للدنيا. لا هذا الفهم اللي لا تسأل عنه، هناك الذهب والفضة والياقوت والمرجان، واقرأوا كتاب الله. ولا بده سنة؟ ما بده سنة. اقرأوا كتاب الله تجدوا جميعه. قال ولا أعلمه إلا قال من ذهب، في كل صحفة لون ليس في الأرض. شايف اللون والطعم يختلف عن الأرض. وإنه ليلذ أوله كما يلذ آخره. مش هذا يا إخوان تبدأ جعل بتوصل بشهوة، يوم تقرب على الشبع مالك. أنا بالعباد بقول إخوان الجنة قوانينها تختلف. أصلا ما فيش جوع في الجنة. إن لك فيها ألا تجوع. لا الأصل فيها. وسيدنا آدم عليه السلام سمع للشيطان وسوس له الشيطان وأكل من الشجرة وتعاقب ونزل على الأرض بحكمة يريدها الله وعفى الله عنه. لك لا تجوع بها ولا تعرف. إذا أنت تأكل في الجنة مو جوعا ولا تلذذا. هاي القضية وفي فارق كبير. بينما هذا كما ذكرت لك حتى وانت صايم تبدا ايش؟ اللي بياخذوا بالسوق عشان يقول لهم يا جماعه الواحد يشتري بعد وش كان؟ لانه صايم اشتد عليه الجوع فبيشتهي جميع الاصناف لانه جعان.
الجنة يا إخواني لا، ما فيها جوع، ما فيها تعب، ما فيها نصب، ما فيها ملل. زي واحد برا مصر قال لي يا زلمة البرجة ما كله شو تعب كالس أبد بدون ملل. قلت له لأنك بدك تضل مستعمل عقل الدنيا، أنت بتتغلب يا عم، أنا مش متغلب. إخواني عقل الدنيا خليه في الدنيا بتتغلب بعدين. نعم خالدين فيها بدون ملل بدون تعب بدون نصب. إذا إخواننا الأعزاء وإنه ليقول يا ربي لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيء. شوف سبحان الله، يعني قديش المؤمن والله ما وصل لا إله إلا الله، ما وصل لا إله إلا بالكرم يا جماعة. ما دخل الجنة إلا الكرم. هو رب في الحديث قال السخاء شجرة في أصل الجنة وفرعها على الأرض. السخط فمن تمسك بفرعها قادته إلى الجنة. قال والبخل شجرة في أصل الجحيم وفرعها على الأرض. من تمسك بفرعها قادته إلى الجحيم والعياذ بالله. يا إخواني شوف حتى في الجنة هو المقصود الأول في القضية إنه بده يوري إنه عنده طعام وشراب يكفي لأهل الجنة جميعا، ومع ذلك صفة الكرم وصاحب العموم حتى في الجنة موجود. لا إله إلا الله. طبعا ولا يتزاورون فيها ولا في زيادة. سؤالك عظيم الله يفتح عليك. قال يتزاورون فيها، بتروح زيارات مع النساء العادي زيارات كل شيء، وبتزور الملائكة والملائكة بتزورك، بس الملائكة رغم صلاحياتهم ورغم قربهم من الله بيجي بنطق على الباب، بيطلع الحاجب عندك كل سيدة فلان الملك يدخل أم لا يدخل، بيستأذن العادي. والله ابن الحديث قال إن لم يأذن له انصرف. ما بيقول له يا ملك ولا ملك، خلص لم يأذن له ينصرف. اخواني هل تذكروا معي، انا مش بحاول اقرب لعقولنا جميعا طبعا. شو انا قلت نظام الاخره جميع نظام الدنيا، نظام الدنيا والتدقيق لا ياتي بمعشار ما عليه نظام في الاخره. هذا يا اخواني ما بجتهد فيه، انا مستند فيه على ايات واحاديث. فالنظام ده نعم فيها تزاور، فيها شمات هواء استمر بيجينا هذا رايحين في متنزه حظيره القدس عند الله المرتفعه، وفي نهر البيدج لعامه المؤمنين، لا اللي في الفردوس واللي في الدرجه الاولى بيلتقوا هنا بيجوا يشوفوا الهواء فيه. هي موجود وهذا ذكرناه. فضحكوا بعض الشباب وذكرناه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام عليه كوباب من لؤلؤ، وتحت اللؤلؤ في جواهر الله خلقهم نساء يعني من الحور العين. اذا اعجبتك جاري شو بتسموه؟ اخواني لا مو حرام شيء، انتوا لا تستهلوا هذا الشيء. قال ابن القيم بذكر روايه بيقول اذا اعجبتك جاريه مسكتها في ساعدها، تاخذ في ساعدها وتروح يعني شو بتتنعم وهذا. يا جماعه العيب مستقلين شو معنى العيب؟ ابشروا خيرا ان شاء الله. والله اقول لو اني على يقين انه الناس بتتكلش وانا خايف، واحد يتكل وروح فيها روح لك ولا في اشياء والله واسعه الحمد لله واسعه. يوم ما اقول احمدوا الله تقول لا اله الا الله يا اخوان خذوها يقين. شو لا انا واعي من اقول. طيب وكيف تدورك عن سفيان؟ قال ربي يا ربي لو أذنت لي لأطعمت أهل الجنة وسقيتهم لم ينقص مما عندي شيئا. تصور وإن له من الحور العين ل72 زوجة سوى أزواجه من الدنيا. حزرت لك. طيب أرجو الله زوجك واحد أرملينا جوزها صار من أهل الأرض وشكر الله تزوج فيها.
يعني لا أبناء آدم. واحد ماتت وهي عزباء شو تساوي؟ هنقول بدها تتجوزها مات الملائكة ما عندهم شهوة. إذا تتزوج مؤمن لا يمكن أن يطلع حظا. فخذوا كل هذا وارد موجود في الحسبان. طيب بس مسألة